132 خطوة عديتهم من الميكروباص لباب أوضتها. فتحت الباب، صوت تزييقة الباب ضربات قلبي أعلى منه. ما كنتش أتوقع أبدا إن أول حاجة توصلي بيها كده عارفاكي ومستنياكي. يا سلام. اتفضلي يا استاذه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاتي بوسة قبل ما تخشي. انت جاي قوي. الحمد لله. اتكشفنا يا رجاله. السلام عليكم. عليكم السلام. طب انا معايا ضيوف اجيبهم ولا ادخل بتقول؟ شرفوا. اتفضلوا يا رجاله. اتفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. كل ده عشان ايه؟ مش عارف. تاني مش هتحرم يا ابني. مستنية الزيارة دي من الشهر اللي فات. بجد؟ بجد. عارفة ان حضرتك هتيجي. انا شخصيا؟ لا يا شيخ. والله. اتفضل يا ابني. بقول لك ايه، احنا طرف محايد. الحمد لله. ماشي؟ الحمد لله. سمعنا منه قصة من طرفه هو. تمام؟ تمام. القصة دي فيها طرف تاني اللي هو انتي. الحمد لله. فانا قلت اجي اسمع القصة من الطرف التاني بدل ما تطلع من طرف ايه؟ واحد. بس. صلى على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. القصة دي انا عايزة اصورها. حلو. تمام؟ انا معاكي للنهاية بس بسببين اتنين. قولي. حقي يجي. موافقين. لو ليكي حق هيجي. معلش. ما توافقيش الا بصورة العيل ده. لو ليها حق هيجي ولا لا؟ هيجي. اهو. هيجي؟ اهو. لا انا معلش اول هام طبعا مش عايزه اأذنكم. ماشي؟ مش عايزه ايه؟ أأذنكم. انا ما عنديش مانع لاي حاجه طالما انه خير. تمام. تمام. واحنا جايين في خير ومش عايزين اذيه لا ليكي ولا له ولا لاي حد. لا لا هو هيتأذى. معلش. ليه؟ قولي ليه؟ قولي ليه؟ الكذب ملوش رجلين. ماشي. كنت قاعده فين؟ في العريش. مع مين؟ مع الراجل اللي هو اسمه سعيد. جوزي على سنة الله ورسوله. حلو. أنا اتجوزت عندي 17 سنة. الوالد كأني باعني بيع وشراء للراجل ده. الوضع هناك عمري ما شفتها. المنظر اللي أنا شفته يعني منظر مش منظر ناس عايشة. قال لي بصي كاميليا وعلاء وشكري والكبير اسمه ايه وفاروق. دول اخواته. افوق ايه وضع مش هو الوضع. وضع خارجي شويه. معلش مش عايزه اذي حد. قلت انا يعني ايه وضع خارجي؟ يعني الناس دي انا ما شفتش منهم حاجه يعني من ناحيتي انا يعني. انا بس مش فاهمه. عندهم تجاوزات في تصرفاتهم؟ لا مش تجاوزات ولا تصرفات. يعني مثلا والدته مشوارها مش قانوني. قصدي يعني هو خلاص هي كله راح انتهى وسنين عمر بحاله. لكن مشوارها عايشين على شيء غير قانوني. مخدرات؟ بس ما شفتش بعيني. لكن انا عارفه كده كويس. انا ما يهمنيش كل اللي قلتيه ده. طب حضرتك عايزه ايه؟ قصتك انت وسيرتك الذاتيه على عيننا وعلى راسنا. ماشي. بس احنا مش جايين نسال على قصتك. طب ما هي دي براءتي. هو عايز سؤال واحد بس. مش على السؤال. هو له سؤال واحد بس. انت عارفه السؤال ده؟ هيجاب عليه. السؤال كان هيتجاب عليه. امال ايه المشكله؟ لما بني ادم يخش جسمه معلش انا مش عايزه اوضح عشان طبعا الشريط عشان الوضع عشان البتاع. وعلى فكره انا ذكرت اسم حضرتك برضه. سرطان في الدم. تنتظر ايه من واحده سرطان في الدم؟ حلو. مش شايفه حاجه لكن مصدقاكي من غير حاجه. مصدقاكي كويس كده. بتقضي ايام تقابل ربها ازاي؟ تنكر قدام ربها اللي هي عملته. بقول لك ايه، انت تعرفيني؟ الحمد لله. طيب هل تقبلي ان انا اتوسط بينكم؟ يشرفني. طيب انت كده كسرتي حاجز كبير كمان. ماشي. احنا جايين قاصدين خير. الحمد لله. فضل حلو. انا اتمنى ان العلاقه بينكم ترجع. ده فضل من عند الله اللي ربنا وحقه. يرضاه. تمام؟ تمام.
فلو تقبلي وثيقتي نقرا الفاتحه وعلى الصلح ورجوع العلاقه الطيبه بينك وبين. تعرفين يا حبيبتي. ماشي. مفيش كلام تاني. ايه مفيش اعمل ايه لا يعني؟ مفيش كلام تاني. طب تمام ماشي اعمل ايه؟ تمام. انت تقرا فتحه رسول الله وانا اقرا الفتحه على الكتاب الكريم، واللي يخون التاني ربه هو بقى المخلص. يلا. واحده يا دوب. نقرا ماشي الفاتحه. تمام. يلا نقرا الفاتحه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.